كالجراثيم تتكاثر في كل لحظة وفي كل مكان، ولا يمكن إبادتها، وإنما يمكن العمل على تقوية المناعة في أجسادنا لفضها. فما رأيناه من مواقف سياسية وإعلامية ليس بحاجة للكثير من التحليل ليؤكد وجودها، ومواجهتها لا تكون بإضاعة الوقت بالحديث عنها أو بالخوف منها، بل تكون بالبحث عن نقاط الضعف الداخلية التي يمكن أن تنفذ منها وترميمها، ترميم هذه نقاط الضعف. وعندها لا يكون من الأهمية بمكان الحديث عن مخطط رسم في الخارج ونفذ لاحقا في الداخل، أم أن ظهور الخلل هو الذي شجع الآخرين على محاولات التدخل، لأن الحل هو في معالجة مشاكلنا بأيدينا وتلافي التراكمات التي تضعف مناعتنا الوطنية. الجراثيم تتواجد في كل مكان، تتواجد على جلد، تتواجد داخل الأحشاء، ولم يفكر العلماء عبر تاريخ التطور العلمي بأن يقوموا بإبادة الجراثيم، وإنما فكروا دائما كيف نقوي مناعة. بدل أن يقتل الناس ويذبحهم ويريق دماءهم أن يحمل ضمادات ويضمد جراحات الأمة حتى تلتف الناس من حوله، ولكن الأمر بعيد عنه، هو لا يستطيع فعل ذلك، لأنه هناك من يقول أن الطبيعة سبقت التطبع وغلبت عليه، فطبيعة هذا النظام هي طبيعة قمعية سحلية تسحل الناس، لكن هو يفند دائما.